هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم مستمعي ومستمعات صوت المنتدى، أهلا ومرحبا بكم في ساعة يوم السبت 8 أغسطس، والتي سأستهلها أنا صلاح محمد زين بنشرة لأخبار حصرية من داخل الوطن. ثم يأتيكم الأستاذ أحمد القيسي للحديث عبر محطاته عما بعد انقلاب مؤتمر نقفة. وقتا طيبا ومتابعة مفيدة.
صوت المنتدى. نشرة الأخبار وفي مقدمتها أبرز العناوين: عناصر أمن النظام تقتل 3 من حراس عيرعيرو بعد محاولتهم الفرار من إريتريا. نقص حاد في المحروقات وارتفاع أسعارها. اعتقال مدير مصنع الكوكاكولا. إلى التفاصيل. قتل 3 من حراس معتقل عيروعيرو، ونجا رابع في تبادل لإطلاق النار مع عناصر من أمن النظام يوم الثلاثاء الماضي 4 من أغسطس الجاري في منطقة مايهوت أثناء محاولة فرارهم إلى إحدى دول الجوار. جاء ذلك بعد أن قرر 4 من أفراد حرس معتقل عيروعيرو سيء الصيت التخلي عن النظام الجائر والمهام التي كلفهم بها لحراسة أسوأ معتقل تشهده البشرية، وعلى خلفية الظروف القاهرة واللا إنسانية التي يعيشها طاقم الحراسة، حيث وجدوا أنفسهم شبه معتقلين كحال من يعتقلونهم من الأحرار القابعين ظلما خلف الأسوار الحديدية والخرسانية منذ العام 2001. فمنتسبو وحدة الحراسة العسكرية الخاصة في هذا المعتقل لم يسمح لهم منذ سنوات طويلة بالخروج إلى قضاء إجازاتهم أو الاتصال بأسرهم والحديث مع المعتقلين ولا مع بعضهم البعض إلا ضمن أداء المهام التي كلفوا بها. هذا وتعرفت مصادر إذاعة المنتدى على أسماء الحراس الذين قتلوا في عملية المطاردة عبر الإفادة التي تقدم بها رفيقهم الذي نجا بأعجوبة من كمين قوات أمن إسياس ووصل إلى مكان آمن، وهم الملازم سعرية بارخ، ضابط صف محمد صالح، والجندي سامسون حدش من الخدمة الوطنية. الجدير بالذكر أن معتقل عيروعيرو يقع في وادي سحيق شديد الوعورة بين سلسلة من الجبال الشاهقة، تم تجهيزه في يونيو عام 2003 من قبل العصابة الحاكمة في إريتريا لحبس كبار مسؤولي الحكومة من وزراء وحكام أقاليم وقادة عسكريين، والذين عرفوا بمجموعة 15 التصحيحية التي طالبت بتطبيق الدستور وإقامة دولة القانون، إضافة إلى 9 من الصحفيين زج بهم جميعا هناك دون تهمة أو محاكمات لإلحاق الموت البطيء والمؤلم بحقهم. ورغم أن أفراد الحرس بهذا المعتقل تم اختيارهم بعد فحص دقيق في قدرة التحمل والكتمان، إلا أن العديد منهم انتحر لإخفاقه في تحمل الشروط القاسية التي تكبل أفراد الحراسة من مراقبة لصيقة وحرمانهم من الاتصال بأسرهم وزرع الشكوك فيما بينهم. كما تمكن أحد حراس معتقل عيروعيرو ويدعى إيوب بهتاه بتماريام في مارس عام 2010 من الفرار إلى إثيوبيا، حيث صرح لوسائل إعلام عالمية في مؤتمر صحفي عقده حينها بموت 15 من جملة 35 معتقلا بينهم وزراء وصحفيين نتيجة لانعدام العناية الصحية وسوء أحوال الطقس. وتحدى إيوب النظام أن يظهر من صرح بموتهم على شاشة التلفاز إن كانوا أحياء. اعتقلت سلطات زمرة نظام إسياس خلال الأيام الفائتة السيد تسفاي باريا جابر مدير مصنع الكوكاكولا، وهو من قدامى مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا الذين التحقوا بالميدان بعد إكمال دراسته في مجال الكيمياء في جامعات الاتحاد السوفيتي السابق. ويعتبر السيد تسفاي باريا جابر شخص مقرب من الرئيس أفورقي نظرا لعلاقة الصداقة التي تربطهما منذ أيام الطفولة والدراسة في أسمرة. وتنقل تسفاي بعد التحرير في عدة مواقع كان آخرها منصب مدير مصنع الكوكاكولا الذي كان عبارة عن مشروع شراكة بين شركة الكوكاكولا والحكومة الإريترية. وحين اندلعت الحرب الإريترية الإثيوبية لم تلتزم الحكومة بتوفير العملة الصعبة المتعلقة بنصيب الشركة، فانفضت الشراكة بين الطرفين منذ ذلك الحين. أعفى الرئيس سياسة فورقي وزير التجارة السيد نصر الدين الشهير بودبخيت من مهمة الإشراف على كافة أعمال وتجارة الاستيراد والتصدير والترانزيت التي تتم عبر ميناء مصوع ومدينة تسني الحدودية،
والتي كان يقوم بها تحت ستار شركة البحر الأحمر التجارية التابعة لهيجدف. وقد واصل نصر الدين نشاطه في هذا المجال حتى بعد تعيينه وزيرا للتجارة، ولم ينقل مقره إلى العاصمة أسمرة، بل واصل عمله الجديد كوزير للتجارة من مقره في بلدة علي قدر الحدودية. والجدير بالذكر أن الرئيس سياس قد نقل أو بالأحرى أعاد مهام التصدير والاستيراد والترانزيت إلى حجوس قبرهيوت كشة مسؤول الشؤون الاقتصادية في تنظيم الهيجدف. وحجوس من المقربين جدا إلى الرئيس أفورقي، حيث يعتبر أمين أسراره المالية والمشرف الموثوق به على حسابات الرئيس في البنوك الأجنبية. تعاني العاصمة أسمرة منذ نحو أسبوعين نقصا حادا في مختلف أشكال المحروقات، وقد شددت سلطات المدينة الرقابة على تجار السوق السوداء الذين كانوا يقومون ببيع المحروقات في الشوارع بأسعار مضاعفة أمام مرء السلطات المحلية. وتفيد مصادرنا في أسمرة أن خزانات كافة محطات الوقود في أسمرة مليئة بالوقود، وأن الأزمة مفتعلة كالعادة من قبل السلطات، حيث تفعل ذلك في كل مرة تريد أن تضاعف فيها أسعار الوقود. هذا ويعتبر سعر لتر المحروقات في إريتريا الأعلى في العالم، حيث يبلغ السعر الرسمي للتر الواحد نحو $4 حسب سعر الصرف الرسمي للدولار. وتتضح جسامة المشكلة إذا علمنا أن أكثر من 95 من سكان البلاد مضطرين للعمل قسرا في أجهزة الدولة كموظفين وعساكر، خاصة في أجهزة الجيش والشرطة والأمن، وبرواتب تقل في المتوسط عن $25 في الشهر. وتقوم الحكومة بشكل ممنهج بمضايقة التجار والتضييق عليهم بأشكال مختلفة من خلال فرض رسوم جمركية وضرائبية عالية، وإجبارهم على حمل السلاح وعلى القيام بحراسات المرافق المختلفة دون أن تكون هناك حاجة لذلك. وتؤكد مصادرنا في أسمرة أن مصدر الوقود المتواجد بكميات كبيرة في السوق السوداء هو الوقود الذي توفره الدولة، وقد اعتاد الناس بل تعايشوا مع حكومة تخلق السوق السوداء وتشرف عليها بشكل مباشر، كما هو الحال في مجال السوق السوداء الخاصة بصرف العملات الصعبة، حيث لم يعد سرا أن عصابات الهيجدف هي التي تقوم نهارا جهارا بالإشراف على سوق صرف العملات الصعبة في البلاد. وعلى الصعيد ذاته أصدرت سلطات العصابة الحاكمة قرارا وللمرة الثالثة خلال شهر واحد يلزم جميع محطات الخدمة بوقف توزيع المواد البترولية للمواطنين، وكانت النتيجة المباشرة ارتفاع سعر اللتر الواحد إلى 3 أضعاف التعريف الرسمية، حيث وصل لتر البنزين في أسمرة إلى 120 نقفة. كما نشطت السيارات الحكومية والتابعة للهيجدف في نقل الوقود المهرب من منطقة حجات إلى أسمرة بالاستفادة من الحصانة التي تتمتع بها، وفي تحايل واضح وخرق للقرارات التي أصدرتها حكومتهم بلا سبب مقبول أو معلن. هذا وقد جاء قرار وقف توزيع الوقود للمواطنين اعتبارا من يوم الأربعاء 29 من يوليو الماضي، ولم يزل ساري المفعول. نجا أكثر من 150 راكبا كانوا على متن طائرة مؤجرة لصالح الخطوط الجوية الإريترية في رحلة من دبي إلى أسمرة مساء الثلاثاء الماضي، بعد 3 محاولات فاشلة للهبوط بسبب تعطل أنظمة الهبوط في الطائرة. واضطر الطاقم للتحليق بالطائرة في سماء أسمرة لمدة 50 دقيقة قبل أن تهبط بسلام على أرض المطار. الجدير بالذكر أن ركاب الرحلة التي تعرضت لهذه التجربة المرعبة أمضوا 3 أيام في دبي انتظارا للطائرة الإريترية الوحيدة التي لم تحضر في موعدها، وأحضرت بدلا عنها طائرة سودانية متهالكة. وكانت الخطوط الجوية الإريترية قد سجلت تراجعا ملحوظا في مستوى خدماتها وتقيدها بجدول الرحلات المعلنة، حيث تكرر إلقاء الرحلات في آخر لحظة. كما تكرر استئجار الطائرات البديلة الرخيصة الأجر، الشيء الذي ينبئ عن تدهور إداري وخلل فني واستهتار بأرواح المسافرين. ويذكر أيضا أن هيئة الطيران المدني الإريترية تمر بانهيارات متتالية نتيجة لسياسات الإبعاد التي شملت كل كادرها المؤهل تقريبا، وآلت الأمور إلى مجموعة من الموالين عديمي الخبرة والتأهيل. وجهت اللجنة المنظمة لما يعرف بمهرجان إريتريا السنوي في إكسبو بانتقادات حادة من قبل السينمائيين الإريتريين خلال منتدى عقد لمناقشة واقع السينما الإريترية. فقد أوضح السينمائيون بأنهم يعملون تحت ظروف قاهرة دون أي تشجيع من الحكومة،
وبأدوات ليست متطورة، حيث منعت السلطات دخول الكاميرات الحديثة، ووضعت شروطا رقابية قاسية تدخلت في مجمل المنتج السينمائي وحددت موضوعاته وضيقت مساحات العرض، كما جمدت عمل المؤسسة الإريترية للسينما منذ اعتقال مديرتها الأستاذة ماريام حقوس في العام 2001. إلى ذلك تدخلت عناصر من جهاز الأمن والمخابرات وتمكنت من السيطرة على مجريات النقاش في قاعة إكسبو، وحسمت الأمر بعد تهديدها لعدد من السينمائيين، ومن المتوقع أن تطالهم اعتقالات في الفترة القريبة المقبلة. من جهة أخرى، لم تستطع أسمرة التي دأبت على استقبال أعداد كبيرة من المغتربين الإريتريين في العطلة الصيفية، لم تستطع هذا العام أن تكون جاذبة، حيث تضاءلت أعداد الزائرين هذا العام بشكل ملحوظ، كما أن مهرجان إريتريا الذي يقام سنويا بمعرض إكسبو بأسمرة كان فاترا وفاقدا للحيوية، وبدأ واضحا للجمهور أن القائمين عليه قد أقاموه من باب رفع العتب حتى لا يثير إلقاؤه اللغط والقيل والقال في العاصمة أسمر الحزينة والمثقلة بكابوس سياسات وتصرفات الرئيس المزاجية التي أصبحت مثار تندر الجميع. نهاية النشر. سزمي كيديا اللي ربنا ميمر مفرا استنتن الدنوب لمقر تنمتن يا عم وقت مليكي كدو كنوكين كحوز بيرفنا ملدو استعماري جديد لكن أبد جديد إفين هربي قولني بكيدي فارش نورت رياح بحضر طميعه حفرتني وكنو محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. الحلقة الرابعة من حوارات في فضاء مكشوف.
العهد الجديد لما بعد المؤتمر والتوجه السياسي الجديد الذي يقوده الرئيس منفردا أو مصحوبا أحيانا بتلك الكوكبة من القيادات التي فرضها على التنظيم، توج بداية العهد بجملة توجهات وإجراءات تعكس مدى الرغبة الكامنة في نفس الزعيم ليفرض من نفسه صانعا للأحداث في منطقة القرن الأفريقي وما حولها. وهكذا وجدنا التورط في الشأن السوداني من دعم الحركة الانفصالية في الجنوب، وتطور الموضوع إلى تفجير الوضع في الشرق، ولهذه المنطقة حساسية خاصة نتيجة الارتباط الديمغرافي بإريتريا. ونتيجة لهذا التطور فقد بدأ التنسيق مع الطرف الليبي المعني بالشأن السوداني عبر قضية دارفور. فالملف السوداني كان سر العلاقة المتميزة بين الزعيم الليبي والرئيس إسياس أفوركي. وتدفق كرم القذافي على السيد الرئيس، والذي بدأ ينفقه بسخاء على أجهزته الأمنية والاستخباراتية ليشتد عودها ونشاطها في أداء المهام المطلوبة في هذا النشاط المحموم، ولتقوية القبضة الأمنية في حماية النظام أمام أي معترض قد يظهر هنا أو هناك. وأما في الشأن الإداري فقد تم تعيين شخصيات في مراكز عليا أو أقل درجة لإتمام برنامج الانقلاب. هذه العناصر كانت جزء من التجربة، ولا شك أنها تمتاز بالكفاءة والمؤهل الجيد، ولكنها في نفس الوقت كانت تحمل بنفس المستوى عقد تجاربها أبان الكفاح المسلح. وكانت الفرصة مواتية لهؤلاء للانتقام وليردوا الصاع صاعين لمن يعتبرونهم أعداء لهم من القيادات وكوادر العهد القابر. وجاءت هذه الحالة هدية من السماء، وبدأ العمل على تغذيتها وكسب ولاءات جديدة، والامتداد بنفس النهج إلى خارج البلاد من خلال تعيين سفراء من نفس العينة والتأثير على جماهير المهجر. وهذه قوى يحسب لها حساب لما ترفض به من أموال لخزينة الحكومة. وبالمقابل تعاظم عدد الغير مرقوب فيهم من كوادر العهود السابقة، وأصبحوا الرواد الأساسيين في مقاهي وأندية المدينة، وأطلق على هؤلاء المجمدون أو جماعة خليك في البيت. أما البروز الكبير فقد توزع بين القيادات العسكرية ذات الولاء المطلق للزعيم، والتي اكتسبت أهمية مع بداية الحرب مع إثيوبيا، وعدد لا يستهان به من الكوادر الذين يحملون عقدا وحقدا على العناصر القيادية القديمة، ليس لموقف سياسي ولكن لأسباب نفسية ودوافع انتهازية، كلها تشكلت بوحي الظروف والملابسات في عهود الأزمنة القديمة. وما أن تربعت القيادة الجديدة حتى بدأت وبشكل محموم من تنفيذ برنامج إعادة تشكيل الجبهة وتطعيمها بهؤلاء الكوادر، وقد ساعد توزيع عناصر القيادة لأداء مهامهم على تمرير هذا المخطط بسلاسة. فقد جاء التشكيل على النحو التالي: 4 من عناصر القيادة في المكتب المركزي للجبهة، والذي يعتبر مركزية الجبهة: الأمين محمد سعيد رئيسا، يماني قبر آب مسؤول العمل السياسي، عبد الله جابر مسؤول التنظيمات، حقوس كشا المسؤول الاقتصادي. وهؤلاء مرتبطون بالرئيس مباشرة، ويقوم المكتب بتسيير العمل اليومي للجبهة. أما بقية القيادات فتم توزيعها على المنظمات وهيئات الجبهة على مستوى البلاد
والمحافظات والمدن. ومن سخريات القدر إن معظم أعضاء القيادة الجديدة بما فيها أعضاء اللجنة المركزية قد أصابهم طوفان الرئيس من اعتقال ورميا في زنازين السجون أو التشرد في المنفى. ومن الالتباسات أيضا هو العلاقة بين الجبهة كحزب حاكم وبين الدولة أو حكومتها، فأعضاء الحكومة معظمهم من القيادات القديمة، والمنطق يفترض أن يكون الحزب هو المشرف على أداء الحكومة باعتبارها منفذة لسياساته. ولكن نحن أمام حالة غير طبيعية ونماذج بشر مملوءة بعقد دفينة، وكان المشهد كله ينبئ بصدام حتمي لا مفر منه، والرئيس متربع في عرشه رغم إدراكه لهذه الحقيقة، فقد كان مقتنعا بقدراته على إدارة هذا الصراع القادم كمايسترو قدير في إدارة الأمور من خلال صناعة الأزمات. ولكن يبقى السؤال: لماذا أتى بالقيادات القديمة للمناصب الحكومية وهو الذي أعلن بملء فمه وأمام الملأ إن المشكلة هي في هذه القيادة التي تعفنت؟ والواقع أن السيد إسياس أفورقي كان همه الأساسي هو في كيفية تركيز السلطة المطلقة في يديه دون أي إزعاج أو مناكفة من أي جهة كانت، وكان مدركا ولعوامل موضوعية كثيرة استحالة اعتراض القيادة الجديدة لأي تصرف أو قرار يمكن أن يتخذ. فهذه الكوكبة من القيادات الجديدة جاءت بحكم ظروف تاريخية معينة حكمت التنظيم وصراعاته ونزعات وتطلعات السيد الرئيس بالاستحواذ المطلق على السلطة وتمرير مشروع سياسي يدور في ذهنه. إن إحدى مآسي القيادة الجديدة ليس في مؤهلاتها، ولكنها جاءت خارج إطار السياق التاريخي والسياسي للتنظيم وصراعاته، ولذا فهي ضحية في نهاية المطاف إلا تلك العناصر المصلحية والإنتهازية التي ربطت نفسها قلبا وقالبا بمشروع الرئيس ونزواته. وهذا ما حدث فعلا في الأيام القادمة كمصير حتمي لبعض عناصرها من اعتقال ونفي وتجميد عن العمل. أما لماذا أتى بالقيادات القديمة في واجهة المناصب الحكومية كوزراء، فإن المسألة لا تعد عملية تسويق لما يسمى مشاركة الجميع في إدارة الدولة كتمثيل للتنوع الاجتماعي في المجتمع إلى جانب الرصيد النضالي لهؤلاء الشخصيات، وبهذا يتم إسكات أي أصوات معترضة على مستوى الشعب. على الصعيد الاقتصادي لم تأتي المرحلة والعهد الجديد بشيء مختلف عما كان سائدا من ديماغوجية المرحلة السابقة من سياسة المايكروبوليسي، والتي تعتبر إحدى طلاسم الزعيم، إلى مشروع سنغافورة، وإلى سياسة الخصخصة لبعض المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والتي تعتبر في معظمها شبه منتهية نتيجة قدمها. كل هذه الفلسفات تجري دون رؤية واضحة عن ما هو المطلوب حقيقة. كل هذا التخبط كان يخفي سرا واحدا، وهو تركيز الحركة الاقتصادية برمتها في المؤسسة الاقتصادية للحزب المعروفة ب09 أو بادو تشعته. ومن هذه السياسة المتعمدة برزت ظاهرتان خطيرتان: الأولى الحرب الشعواء على التجار، والثانية تفشي الفساد بصورة مرعبة في بلد لا يملك شيئا اسمه اقتصاد، ولا يملك حدا أدنى من وسائل المراقبة والمتابعة، فجميع الأمور تذهب إلى مكتب الرئيس ومنه تخرج القرارات، وهي صورة عن عمل دكاكيني بامتياز. بل الأنكى من ذلك، فقد تم تسخير مسألة التجنيد الإجباري
والذي يعمل بها دون نهاية كحالة من العبودية لتسخر في سياسة تلميع النظام عبر مشاريع زراعية وإنشائية جوفاء والاستفادة منها ماديا ومعنويا، وتأكيد للصورة النمطية التي يريدها النظام بأنه ينجز حالة من التنمية في ظل محاربة الجميع له ولا سيما الولايات المتحدة. ومن سخريات القدر أن تأتي الثروة المكتشفة من مخزون الذهب والذي أمل الشعب كثيرا عليها في تحسين وضعه الاجتماعي والاقتصادي لتزيده بؤسا وفقرا، وبالعكس فقد كان المردود المادي لهذا الاكتشاف هو أكسير حياة للنظام وتوجهاته والاستمرار في السياسة الدينكوشوتية في مواصلة الحروب والعدوات العبثية مع دول الجوار وتحديدا إثيوبيا وجيبوتي. وأصبحت مدينة أسمرة الوجهة المباركة للتنظيمات المعارضة لكل من إثيوبيا والصومال والسودان وربما في الخفاء جيبوتي، وانقلب مكتب الجبهة الشعبية من وظيفته الأساسية كمنظم وقيادة لحزب سياسي إلى مشرف وموجه ومنسق لهذه التنظيمات المعارضة كي تنسجم توجهاتها مع ما يريده النظام في صراعاته مع أنظمة هذه الدول. ورغم ذلك لم تسلم المسائل من الصدامات والتناقضات، فالاتفاق الصومالي التي رعته جيبوتي اصطدم مع رغبات وتوجهات النظام، مما أدى إلى انقسام الصوماليين أنفسهم، بحيث انسحب البعض مؤيدا اتفاق جيبوتي وسعى الآخرون إلى تكوين ما يعرف بالشباب. وهذا السر في العلاقة بين حركة الشباب الصومالية وحكومة أسمرة. والقريب في الأمر، وحسب رواية نقلها لي أحد الشخصيات المسؤولة في بونتلاند، أن هناك 40 شخصية صومالية قد تم وضعها في السجون الإريترية ولا يعرف مصيرها حتى اللحظة. أما المعارضة السودانية فقد انتهى شهر العسل معها بتوقيع اتفاقية الشرق، وفي هذه الحالة تظهر حركة الشرق السودانية كأداة ابتزاز سعى النظام لاستخدامها في مواجهته مع نظام البشير في السودان. في اعتقادي رغم حماقات السياسية لما بعد مؤتمر نقفة، إلا أن الحرب التي اندلعت بين إريتريا وإثيوبيا وتداعياتها وما نتج عنها تعتبر بحق القضية التي طبعت المرحلة لما بعد مؤتمر نقفة. وقد انعكست تداعيات هذه الحرب المجنونة على كل مناحي الحياة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى عسكريا، سيما على الجانب الإريتري وعلى الجانب الإثيوبي بقدر ما. لم تكن المبررات التي سيقت كافية أو مقنعة لهذه الحرب، وبين من حلفاء الأمس والجيل الجديد للقيادات الأفريقية حسب التفسير الأمريكي. وقد أبرزت هذه الحرب ونتائجها أن هذه القيادات أكثر جنونا ممن سبقها من قيادات. هناك أسئلة أساسية ومهمة بعيدا عن ما يقال ويبرر عن هذه الحرب، لا سيما وإن أجوائها ما زالت حاضرة. وحتى لحظة كتابة هذه السطور فقد وردني خبر من مصدر موثوق بأن هناك حشود عسكرية على طول الحدود في كلا الجانبين، وإمكانية اندلاع الحرب في أي لحظة. ونعود إلى موضوعنا عن الأسئلة المهمة والتي هي بحاجة إلى إجابات شافية كي نستشف من خلالها حقائق هذه الحرب اللانهائية، والتي سيتحدد من خلالها مستقبل هذه المنطقة وتحديدا مستقبل كلا الدولتين. أولا، ما هي العلاقة التي كانت تحكم كلا الجانبين، الجبهة الشعبية وجبهة تيغراي أبان حرب التحرير؟ وهل يعقل أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه بين رفاق الخندق الواحد؟ ثانيا، من المنطقي أن يكون هناك حد معين من اتفاق استراتيجي بين الطرفين في قضايا جوهرية واستراتيجية، بينما ما آلت إليه الأمور لا توحي بذلك إطلاقا.
ثالثا، هل من المنطقي أن يتشدد الجانب الإثيوبي في موضوع الحدود وقرية بادمة في الوقت الذي تنازل عن أشياء كثيرة كان يمكن أن يطرحها كشروط كمنفذ بحري وخلافه؟ وهل الجانب الإريتري نسي أولوياته ووضع مسألة بادمة كقضية حياة أو موت؟ إنها قضية تحمل الكثير من الأسرار والألغاز. هذه نماذج من أسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابات واضحة، فقد تعب كلا الشعبين من التفسيرات الاعتباطية لقضايا يدفعون دماءهم ودماء أبنائهم ثمنا لها. لكن مما لا شك فيه وفي حدود متابعة أبان فترة الميدان والكفاح المسلح، لم ألحظ أن العلاقة بين الجانبين كانت قائمة على تفاهم تام، فقد كان الخلاف الحاد بينهما مشتدا ولكن بشكل موسمي، ثم تعود المياه إلى مجاريها حتى تظهر مجددا في موسم آخر. وبحكم تواجدي في الإعلام وتواجد أعضائهم في اللجنة الإعلامية، فقد تعودنا نحن وهم في التوقيف والاستمرار لبثهم الإذاعي، حتى إنني وفي وقت ما وحين تكررت المسألة كثيرا علقت لمسؤول اللجنة الإعلامية بأن أهم شيء أن نحافظ على علاقاتنا الإنسانية، ولا دخل لنا بما يجري بين التنظيمين من خلاف واتفاق، وهذا مجاله آخر. المهم، كانت هذه العلاقات الملتبسة والمعقدة في نفس الوقت انعكاس حقيقي لعمق الدوافع الانتهازية لكلا الجانبين، وليس علاقة قائمة على أسس مبدئية وموضوعية على المدى القريب والبعيد. وها هم الاثنان يدفعون ثمن هذا البؤس الانتهازي، فلا يجوز تحميل طرف وإعفاء آخر في قضايا مبدئية مثل هذه، فالعدو المشترك وشراسته كان السبب والعامل الرئيسي في ارتباطهم. أما قضية بادمة فما هي إلا تحصيل حاصل للقشة التي قسمت ظهر البعير. وهنا يجب التأكيد، لقد جاءت هذه القضية وهذه الحرب بعد نقفة ومؤتمرها الانقلابي وفي ظل انفراد الرئيس بالسلطة، فإن كيفية المعالجة لهذه المسألة سلما أو حربا بمنطق الأمور تقع على عاتق الرئيس، فكل المؤسسات هي في النهاية صورية بامتياز. أما الجانب الإثيوبي فقد تصرف بحماقة أكبر في رد فعله، وعجز في التمييز بين السلطة التي ناصبها العداء وبين الشعب الإريتري الذي لا ناقة له ولا جمل في كل ما يحصل. وبخطواته التي مست قطاعا واسعا من الإريتريين المقيمين في إثيوبيا قدم خدمة عظيمة للنظام الإريتري في التأييد الشعبي الذي كان بحاجة إليها في تلك الظروف. إن القراءة الخاطئة والحسابات السياسية المستندة للعواطف والديماغوجية كانت إحدى بلاوي هذه الحرب، فالرئيس والكوكبة التي تحيط به غاب عن ذهنهم إن الويانة أي جبهة تيغراي التي يعرفونها في جبال ووديان تيغراي لم تعد هي في أديس أبابا، فويانة أديس أبابا تستند إلى طاقة وإمكانية وثقل إثيوبيا التي طالما استند إليها حكام إثيوبيا في حروبهم على إريتريا أيام هايلة سلاسي ومنغستو. وعلى مدى سنوات 3 اشتعلت حرب شعواء على طول الحدود الإريترية الإثيوبية. وللأمانة التاريخية فإن هذه الحرب قد أكلت الأخضر واليابس للعنف التي صاحبها، وازدهرت أسواق السلاح السوداء، وأصبح التجنيد عنوة وبالقوة مبررا لهذه الحرب الوطنية والمقدسة، وسخر كل شيء دون استثناء من أجل هذه الحرب، والتي حملت إريتريا مدلولها بالسيادة الوطنية وإثيوبيا بتحرير الأرض التي اغتصبت. ومستعمر الأمس ها هو يطالب بأرضه المغتصبة من قبل من كان مستعمرا من قبله. عالم من الخيال وميليودراما أفريقية بامتياز. كانت المبادرة الأمريكية الرواندية مخرجا مشرفا للأزمة، ولكن الرئيس رفضها جملة وتفصيلا،
لأنها تطالب بالانسحاب من الأراضي التي احتلت والذهاب إلى التحكيم. وقد كان هذا الرفض خطأ تاريخيا وقع فيه الرئيس، وليس معلوما على ماذا راهن الرئيس بهذا الرفض، لأن هذا الرفض حالة يتمتع بها الرئيس، ولذا لا بد من خيارات أخرى تجبره على قول نعم. وتعددت الوساطات ولكن دون جدوى، واستمرت العمليات العسكرية لإثيوبيا في حرب واسعة، وهي تحصد الآلاف من الشباب في كلا الجانبين، وتلتهم الميزانيات لشعوب هي أحوج ما تكون لكل مليم يصب في مشاريع تنموية. وجمدت المشاريع التنموية، وفقدت إريتريا أهم ميزة وأكثرها أهمية كبلد مستقر وآمن وكبيئة ملائمة للاستثمار، استنادا للسمعة التي كانت لإريتريا أبان فترة الستينات والسبعينات، والاحترام والتقدير لصمود وتضحيات الشعب الإريتري، إلى جانب المقومات رغم بساطتها المساعدة لنشاط استثماري. كل ذلك تحول إلى اتجاه معاكس، وبدأت صورة نمطية تجسد في أذهان العالم وقواه السياسية حول النظام الإريتري كنظام مقامر لا يؤتمن، سيما وقد سبق للنظام أن خاض مقامرات مع اليمن وجيبوتي وعدائه الواضح والمعلن ضد السودان. ولا سيما أن هذه الصورة تجسدت بصورة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط. المهم، لقد كانت حسابات النظام خاطئة بكل المعايير، وللأمانة التاريخية فقد استبسل الشعب الإريتري دفاعا عن الأرض ودفاعا عن وجوده واستقلاله، ولكن المسألة كانت تتجه وجهة أخرى في حسابات أقليمية ودولية، ونظام إثيوبي يبحث عن شرعيته من خلال خوضه لهذه الحرب لاستعادة الأراضي التي سلبت منه حسب خطابه السياسي والإعلامي. وفعلا لقد نجح في ترسيخ فكرة أنه معتدى عليه ومن حقه أن يدافع عن سيادته ويسترد أراضيه. وفي خضم هذه الصورة التي حاول تسويقها شن هجوما عسكريا واسعا، ولقد نجح بالفعل في خلخلة الجبهة بدءا من الغرب وحتى أطراف الشرق، كما تمكن من احتلال أراضي واسعة في المنطقة الغربية، وبرزت حقائق جديدة على الأرض كان لها انعكاسا خطيرا على الشعب الإريتري عامة. كانت الأوضاع العامة في الداخل تكرس بصورة منهجية على أوضاع الحرب والاستنفار، مما يستدعي الإشراف على الحركة التجارية ووضع المهم منها في يد مؤسسة الحزب، وتقييد التعامل بالعملات الصعبة، وتغيير توجهات الدولة السياسية والمعلنة كسياسة ملكية الدولة للأراضي وحق تأجيرها، واستبدالها ببيع الدولة للأراضي مباشرة عبر سندات. وكان واضحا من كل ذلك هو البحث عن العملة الصعبة، إذ بدا واضحا الأزمة الخانقة اقتصاديا نتيجة الحرب على مدى السنوات الثلاثة. لكن الأنكى والأمر في هذه النتيجة المأساوية هو قبول اتفاق وقف إطلاق النار على قاعدة شرطين أساسيين: وضع منطقة بامتداد 25 كيلومترا كمنطقة عازلة وخالية من أي تواجد عسكري إريتري. ثانيا، القبول بوقف حالة الحرب والذهاب إلى التحكيم الدولي لحل الخلاف الحدودي بين الدولتين. كان القبول بذلك كارثة بكل المقاييس، في شروط القبول بوقف إطلاق النار هو نفسه ما طرحه الأمريكيين والروانديين في بداية الحرب ورفضها السيد الرئيس، بل أضيف شرطا آخر بوضع منطقة عمقها 25 كيلومترا كمنطقة عازلة عسكريا وأن تحصر في العمق الإريتري. هذا الواقع الأقرب إلى النهاية التراجيدية لاستحواذ الزعيم وانقلابه سيء الذكر، إذ يبدو أن الرجل لم يكن صاحب مشروع ورؤية بقدر ما كان مقامرا أهوج. ما أن تم توقيع هذا الاتفاق حتى جاءت لحظة الاستحقاق بضرورة المراجعة والتغيير، فلم يجف حبر التوقيع حتى أعلنها السيد هايل درع في اجتماع جماهيري في ألمانيا،
وتوسعت المسألة في اجتماع المجلس الوطني في أسمرة، مما اضطر معه الرئيس إلى تأجيل الاجتماع لمناقشة الأمر، بينما كان الغرض هو محاولة لكسب الوقت كي يجد الفرصة للانقضاض على هؤلاء المعترضين، وهم في معظمهم أعضاء القيادة القديمة. وهكذا وبعد اشتداد المعارضة، وقد بدأت في وضع منهجا لمعارضتها، بحيث تصل المسألة ليس في إعفائه عن مناصبه فحسب، بل وإلى تقديمه للمحاكمة والمحاسبة. قام وفي قدر واضح باعتقال المجموعة وبحركة تصفية واسعة لكل من له صلة بهؤلاء المجموعة، فاعتقل من اعتقل وهرب من هرب، ومن لحظتها بدأت المرحلة الثانية من انقلاب نقفة. ويمكن إجمال المرحلة الثانية وظلاميتها في النقاط التالية حتى لا نسترسل في تفاصيل كثيرة تلهينا في إبراز ما هو مهم لطبيعة هذا النظام والديكتاتور القابع على رأسه. لم يقطع الدكتاتور النظام من تجاربه السابقة، فقد جمع شتات المعارضة الإثيوبية في محاولة لزعزعة استقرار هذا البلد، مع تغيير أساسي وهو التركيز على أبناء تيغراي، وهذه مسألة بحاجة إلى وقفة وتحليل ودراسة. عسكرة المجتمع لم يسلم منها حتى كبار السن ممن بلغوا 60 من العمر، ناهيك عن الشباب الذي تبخر السنوات أعمارهم في عبودية لا متناهية، حيث إن هذه الظاهرة بدأت في الانعكاس على بنية المجتمع واستمراريته. اعتماد سياسة اقتصادية تتلون وتتغير بين حين وآخر حسب الطلب والظروف، ولا أفق لها سوى أن يتم من خلالها معالجة الأزمات التي تظهر بين فترة وأخرى. كيف لا والبلاد لا تملك أسسا حتى على المستوى المتدني مما يسمح بالقول أن هناك دولة، فلا ميزانية معلنة ولا بيانات للمصادر ولا معلومات عن كيفية الصرف. وهناك الكثير من المشاريع التي تقوم بها الشركات أجنبية لا يعلم عنها سوى الله ومكتب الرئيس. وكلنا يذكر استقالة وزير المالية حين اكتشف أن دوره لا يعد أن يكون صغريا وديكوريا، وهو المصطلح الذي استخدمه في رسالة الاستقالة التي قدمها. بينما في الجانب الآخر تزداد معاناة المواطنين في مجالات الحياة الأساسية والخدماتية، فطوابير النسوة والأطفال بحثا عن الماء من المناظر المألوفة في العاصمة أسمرة، ناهيك عن الحالة المزرية في بقية المدن والأرياف. أما الكهرباء فقد يطول الحديث عنها، وعن مأساة الانقطاع الذي يستمر إلى عشرات الأيام. أما انعدام الوقود فقد أصبحت من الأمور المألوفة، والسؤال البديهي إنه لم يحدث قط أن بلغ الحال بأوضاع الشعب إلى هذا المستوى المتردي، وفي أكثر المراحل بؤسا وظلامية أبان الاستعمار الإثيوبي. فكيف يعقل أن يبلغ البؤس هذا المستوى في عهد ممن يدعون أنهم طلائع المحررين لهذا الشعب؟ وأين الأموال المستحصلة من مناجم الذهب والنحاس وصيد الأسماك وخلافه؟ ألم يحن الوقت أن تهب رياح جنتكم الموعودة حتى بالقليل من نسائمها لهذا الشعب البائس والذي بلاها الله بحكمكم؟ أما تلك الأسطوانة المشروخة التي لم تملوا من ترديدها، مستهزئين بعقول الناس بأن ما يحدث هو نتيجة لمؤامرة أمريكية إثيوبية، إن الترديد المستمر وبإصرار عجيب لهذا المبرر السخيف قد جعل البعض يعتقد أن أمريكا هذه لم يعد لها من عمل أو اهتمام في هذا العالم سوى رسم وصناعة المؤامرات ضد النظام الإريتري العتيد. أما إثيوبيا فلا عجب في ذلك، فأنتم تتآمرون عليهم وهم يتآمرون عليكم، فما العجيب في الأمر؟ لم يحدث في التاريخ أن ناضل شعبا وببسالة وعلى مدى 30 عاما أن ينتهي به الحال هاربا بحثا عن الأمان ولقمة العيش الكريم، وأن يكون في طليعة قائمة اللجوء عالميا
لا يسبقه فيها إلا السوريون والعراقيون. إنها مفارقة عجيبة وإنجاز عظيم للزعيم وحملة المباخر من رجال انقلاب نقفة. بل المسألة ليست لجوء حسب، بل التجارة بالبشر وبيع أعضائهم في أسواق لم نسمع عنها من قبل، وابتزاز لا مثيل له لأسر وأهالي هؤلاء الهاربون من جنة إسياس أفرقي. والمحزن في الأمر أن يكون رد فعل عتاولة النظام وزعيمهم استهزاء بهؤلاء البائسين، معلقين بكثير من السخرية: دعوهم يذهبوا فقد تخلصنا من الحثالة. وسوف يتمنون يوما العودة. ما إن المحير في أمر هؤلاء الحكام إنهم ينظرون لرعاياهم وكأنهم قطعان تابعة لهم، وإن قيمتها تتوقف على قبولها لما يشرعوه أو يفتوا حوله. إن أكثر الأمور ازدهارا في هذا البلد ظاهرتان سريعتان النمو، وهي النمو المتسارع في أعداد السجناء دون أسباب وجيهة أو محاكمة، حتى بلغ أعداء سجناء الرأي إلى 10,000 وما فوق حسب تقارير المنظمات الدولية. والمحزن في الأمر أن معظم هؤلاء السجناء قد قضوا نحبهم، وأصبحت السجون خاتمة حياتهم في هذه الدنيا. والظاهرة الثانية الهروب الكبير والواسع، والتي يقدرها حسب التقارير الدولية بمعدل 5,000 شاب وشابة وأسر وأطفال، مما يضع علامة استفهام واسعة حول المصير المظلم الذي ينتظر هذا البلد، إذ تبدو العملية كانتحار جماعي بطيء ومتدرج. أما الوعود ببناء دولة يسودها النظام والقانون فقد تفتقت عقلية النظام بإعلان الرئيس بأنهم بصدد سياق الدستور دون تفاصيل، في أكبر مهزلة واستهتار. أولا، ما مصير الدستور الذي تم عليه الإجماع قبل سنوات مع كل العلات التي يحملها؟ وثانيا، لماذا السرية في إعلام من هم المكلفون بصياغة هذا الدستور؟ إن من بديهيات الأمور أن الدستور هو شكل من العقد الاجتماعي للمجتمع، وشرطه الأول مشاركة كل أطياف المجتمع وتياراته كحد أدنى. هذا الشرط الأساسي هو البداية الأساسية لإعداد هذا العقد الاجتماعي. أما السرية وعدم التفسير المقنع لماذا دستور جديد مقابل القديم الذي تم الاتفاق عليه، فلا يعد أن يكون إلا مسرحية سمجة واستهتار بأبسط القيم والمبادئ التي رسخت بدماء هذا الشعب. تلك دولة ما بعد مؤتمر نقفة، وستبقى نقفة شاهدة بعظمة بناء التجربة وبجريمة ذبح التجربة. وفي الختام، كنت أتمنى أن تكون هناك فرصة أو احتمال بإعادة صياغة هذا النظام وترميم ما أوجده من مفاسد، وإعادة بناء من جديد وفق الصيغة تراعي مشاركة الجميع وتعبيرا عن الجميع، متجاوزين سلبياته وأخطائه، وذلك تجنبا للخسائر التي يمكن أن تقع والعبء الذي سوف يتحمله هذا الشعب بعد المعاناة المستمرة والثمن الباهظ الذي بات يدفعه بشكل يومي. ولكن وبكل أسف إن مجرد التفكير في ذلك يعتبر حلما وضربا من الخيال، فهذا النظام لم يبقي شيئا إلا وأفسده، إن لم يكن قد أوجد وخلق مفاسد جديدة وخرائب متنوعة، مما يحتم أن لا حل في الأفق إلا باجتثاث النظام من جذوره واقتلاع كل ما له صلة به. فهل البدائل مؤهلة؟ سؤال بحاجة إلى مناقشة، فلم يعد هناك مساحة واسعة للزمن والانتظار. لكم التحية، أحمد القيسي. محطات مع أحمد القيسي. محطات
برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. انتي تسرعي لبيت والدنيا لذتها ديري شام قتليني اللي بيبكي من فتاه الكبيل على البيت درب شامكي هركتها انتي تسرعي لبيت والدنيا لذتها ديري شام قتليني اللي بيبكي من فتاه بكوس هلا من دلاي مرح هلا ووالي بالوقيل الدالي بوريا ودو دالي لعمر عقبيو سلال بال الدالي إلى نو كسب قبل من أرض ديواري اللي بعدك من دلاي شوكة مرق وتواي عند الصومق الأباي من ناس شفرو من باي أفياتو يتوالى باي أسكدا والربا كل عم الرمودايا تبع ولا عيبا نتمني يا أمبرود فارس إقلك كلبا نوكل عزميتها ونرقي وتتبابا اللي غالي مودايا بدم شباب ركبها نتمني يا أمبرود فارس إقلك كلبا نوكل عزميتها ونرقي وتتبابا انتي تسرعي لبيت والدنيا لذتها ديري شام قتليني اللي بيبكي من فتاه الكبيل على البيت درب شامكي هركتها انتي تسرعي لبيت والدنيا لذتها ديري شام قتليني اللي بيبكي من فتاه بكوس هلا من دلاي مرح هلا ووالي بالوقيل الدالي بوريا ودو دالي لعمر عقبيو سلال بال الدالي إلى نو كسب قبل من أرض ديواري صوت المنتدى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.